انا قايم من النوم جعان وطالبه في دماغي اعمل كوكيز بالشوفان، فيلا بينا يا جدعان نعمل شويه كوكيز بالشوفان ومعاهم قهوه نستبح بيهم. صباح الفل عليكم. لو عندك شويه شوفان دقيق وحبوب وحبه عسل اعمل كوكو الشوفان زي ما هعملها وهتلاقيها لذيذه وهتسد معاك. هناخد منك بقى معلقه ونص دقيق الشوفان على معلقتين حبوب الشوفان من ده على مرنده، ولو عندك اي نوع بسكوت خد منه واحدتين ثلاثه واطحنهم معاهم وقلب يا برنس الليالي. حته زبده وهنسيحها، وعلى ما تسيح هناخد معلقه عسل. احنا مش هنحرم نفسنا من اي حاجه، اذا كان الناس العاديه بتاكل الكوكيز بالشوكولاته فاحنا هناكلها بالشوفان ومش هنعيش في حرمان. سيحنا الزبده قشطه احلى كلام. اغسل ايدك بقى وادلق الزبده عليهم وادعك فيهم يا معلم وكورهم وقورهم بص اعمل فيهم اللي انت عايزه، محدش هيقدر يحرمك من اي حاجه. المهم ان احنا بعد ما نفركهم في بعض لو عندك جوز هند اديها معلقتين يدوا معانا ميكس خفيف ولذيذ. ورقه زبده بقى وافردها على صينيتك، ولو عندك صينيه تيفال عادي في كل الاحوال مش هتلزق لاننا عاملينها بحته زبده فعادي مش هتفرق معاك. قرص يا معلم او كور او اعملها بالطريقه اللي تحبها ودخلها الفرن 5 دقايق لكل وش فيها، يعني على ما نعمل قهوتنا يا معلم تكون جهزت. وما ننساش 5 دقايق لكل وش عشان ما يتحرقش منك يا برنس. وبما ان الكوكيز في الفرن فيلا بينا بقى نجهز القهوه على ضوء النهار. حاجه عنب صباح الزبده، يلا بينا. مفيش كلام بعد كده ممكن يتقال. هسيبكم تستمتعوا، والنهارده الاختلاف ان القهوه بالعسل برضه. اتفرجوا وصباحكم زبده ان شاء الله زيكم. صلي على رسول الله. صباح الزبده، احنا قلنا تغيير. بسم الله. لذيذه وخفيفه وسريعه. توكلوا على الله. صباح الزبده عليكم ويا رب تكونوا دايما بافضل حال وصحه وعافيه.